السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة مهم جدا لكل عروسة بتجهز ولكل ست بيت شطورة بتحب التجديد. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. واسمحوا لي أثناء الفيديو أقول لكم عن بعض النصايح والمعلومات اللي بتمنى من قلبي إنها تكون مفيدة بالنسبة لكم. أول حاجة هنتكلم عنها هتكون طقم التوزيع. طقم التوزيع اللي مهم جدا لكل ست بيت وأساسي في جهاز العروسة. يا ريت واحنا بنشتريه نبعد خالص عن الأطقم اللي بيبقى فيها حليات من الخشب أو من الستانلس، لأنها ما بتبقاش عملية بالمرة. بالعكس، بعد الاستخدام كم مرة وبشكل مباشر مع النار بتبتدي تفك مننا، وطبعا في الوقت ده ما بتبقاش أفضل حاجة. يفضل طبعا إننا نستخدم الأطقم اللي بتكون صب، يعني كلها من السيليكون. تاني حاجة السباتشولا، مهم جدا طبعا برضو اننا ما تكونش فيها حليات زي ما انتم شايفين، يعني دي فيها جزء من الخشب، وعايزة اقول لكم طول الوقت وانا بشتغل بتفك معايا. يفضل انها تكون صب. وبالنسبة للسباتشولا والمعلقة، مهم اقول لكم على حاجة، ضروري يكون عندنا من كل واحدة منهم 2، لانها بطبيعتها بتشيل الروايح. فلما بنستخدمها مثلا في المأكولات بتاعتنا في الخضار العادي، وبنيجي نستخدمها بقى في الحلويات مثلا، بتبقى ليها ريحة مش لطيفة. مهم جدا كمان ان احنا نهتم بتنظيفها كويس جدا بعد كل مرة من الاستخدام. بعد كده هتكلم معاكم عن الهراسة. الهراسة دي من السيليكون، وانا استخدمت السيليكون والستانلس. بالنسبة لي انا والافضل كانت السيليكون، بصراحة سهلة جدا وبقالها فترة معايا، تقريبا بقالها معايا 2 سنين، وعايزة اقول لكم كمان كان سعرها حلو قوي. بالنسبة للفرشة السيليكون دي زي ما انتم شايفين هي فرشة صب وبقالها معايا فترة برضو. طبعا لازم نهتم بنظافتها كويس جدا، وهي عملية جدا في المطبخ، وكمان سعرها حلو قوي. هنيجي بقى للقشرات، ودي اول واحده ما بنصحكوش بيها خالص. بحاول اعمل لكم تجربه ان هي اصلا يعني مش حاميه اصلا، فبصراحه مش حلوه. بنصحكم بدي، فيها اكتر من شكل كده للتقطيع، بصراحه حلوه قوي وعمليه جدا، وتاخدوا بالكم لانها حاميه شويه. بصراحه انا بنصحكم بدي لانها افضل بكتير. هنيجي بقى للقطاعة القمر دي، أنا بستخدمها في المعجنات وبستخدمها طبعا في تقطيع البيتزا والفطاير. قد إيه حلوة جدا وعملية جدا، وسعرها كمان حلو قوي. هنيجي بقى للفرادة أو المردنة. لما اشتريت دي كنت مختارة إن أنا أشتري واحدة أستخدمها بإيد واحدة. طبعا انتوا عارفين، أو الناس اللي تعرف إن أنا عندي مشكلة في إيدي شوية، فكنت مفضلة إن أنا أجيب حاجة أستخدمها بإيد واحدة مش بإيديا الاتنين. لكن بعد فترة لقيتها حلوة جدا وعملية جدا. الكيوتة دي بقى اشتريتها وانا بصراحة يعني عجبني شكلها، بس ما كنتش عارفة هعمل بيها ايه، لكن بجد كانت مفاجأة. ليها استخدام حلو جدا في المطبخ لما تكوني عاملة سواء شوربة او عصايل او اي حاجة فيها شوائب فاضلة، بتشيليها بمنتهى البساطة. بس المهم انها ما تتعرضش لحاجات تكون ساخنة، لانها مش سيليكون. وبجد حلوة قوي وعملية قوي. بالنسبة للطقم الصفايات ده، طقم حلو قوي وعملي جدا، سعره مناسب. وبنصحكم انكم تخلوا كل واحدة لاستخدام، يعني تخلوا واحدة مثلا بنصفي بيها الزيت، واحدة بنصفي بيها العصاير، وطبعا هنقدر نميزهم من خلال الالوان بتاعتهم. طقم الأقماع ده بجد قمر. عايزة اقول لكم عملي جدا، وطبعا يعني وفر عليا بهدلة الرخامة. بستخدمه طبعا في عصاير، في زيوت، في اي حاجة. سعره حلو قوي ومناسب جدا، ومهم جدا ان يبقى عندك في مطبخك. بالنسبة للأكواب والمعالق المعيارية، مهمين جدا جدا وبيظبطوا معاكي الوصفات، يعني ما تستسهليش. أولا هما سعرهم يعني بجد حلو قوي، وبيظبطوا معاكي الوصفات، لأن لما بنقول كوباية معيارية بنقصد دي، ما بنقصدش الكوباية العادية. بالنسبة بقى ده الطقم اللي دايما بقول عنه البطل في مطبخي، لانه فعلا يعني انا بحبه جدا. الطقم ده طقم الغطيان السيليكون ده طقم عملي قوي، وبجد وفر عليا كتير جدا في مطبخي. عايزه اقول لكم سعره كمان يعني حلو جدا. تقدروا كمان تجيبوا منه الوان تانية، في منه الوان تانية. الميزان الديجيتال مهم جدا، مهم جدا في البيت، بيظبط معاكي وهتقدري تستخدميه. هيبقى عملي جدا سواء لست البيت او للعروسه الجديده تظبط بيه المعيار. ده كان الفيديو النهاردة بتاعنا. بتمنى إذا حبيتوا الفيديوهات دي تقولولي في الكومنتات عشان أعمل لكم فيديوهات تانية.
بتمنى الفيديو يعجبكم. اذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، شير، اشتراك في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام عليكم ورحمة